الصحبجية. المقدمة أسامة القاضي. الصحبجية مع سامح عفيفي. ومعنا من الهندسة الإذاعية محمد عبد المعز. مستمعينا الكرام في مصر وفي جميع أنحاء الوطن العربي، أهلا بكم وسهرة جديدة والصهبجيات. اهلا بيكم وحلقة جديدة، وحلقتنا النهاردة حلقة متميزة لان احنا النهاردة في حلقتنا وفي سهرتنا هنتكلم عن الفن الشعبي. والفن الشعبي هو يعني فن من الفنون الجميلة، وهنتكلم عن الفن الشعبي وعن عدد من الفنانين الشعبيين. هنتكلم في البداية طبعا عن الفنان الشعبي الجميل الفنان محمد طه، ولكن خلونا في البداية نرحب بضيوفنا اللي منورنا في سهرتنا النهاردة. المطرب الشعبي الأستاذ أيمن العربي، منورنا أستاذ أيمن. نورك أستاذ سامح، واحنا سعداء مع حضرتك النهارده ان شاء الله. وأيضا الفنان الشعبي الشاب محمد سمير، بنرحب بيك يا محمد ومنورنا. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. خلونا نبدأ زي ما اتكلمنا في البداية بالفنان الشعبي محمد طه. والفنان الشعبي محمد طه ذكرى وفاته في 12/11/1996. الفنان محمد طه هو من مواليد طهطا في صعيد مصر، والفنان محمد طه ولد في 24 سبتمبر 1922. طبعا هو الفنان محمد طه هو فنان شعبي تلقائي، هو صاحب ال10,000 موال. وكان بيميز الفنان محمد طه ان هو كان بيألف ويلحن ويغني على المسرح من غير ارتجالي، من غير اعداد مسبق. فدي حاجة طبعا بتتطلب فنان يكون بالفعل عنده موهبة وعنده قدرة على التأليف والتلحين والغناء في نفس اللحظة. خلونا الأول نسأل الأستاذ أيمن العربي، وهو مطرب من المطربين الشعبيين. قول لي طبعا محمد طه أي حد شعبي وبيغني شعبي لازم يعرف محمد طه، لأن الموال هو محمد طه. اكيد طبعا. قول لنا بقى. لان محمد طه يعني كان فنان زي ما حضرتك قلت ارتجالي، يعني راجل ممكن وهو واقف بيألف حدث على كلام على الحدث اللي موجود فيه، وبيلحن وبيغني في نفس الوقت. جميل. محمد طه يعني حتى ما نتكلم عن الفن الشعبي هو ايه، بيعبر عن البيئه اللي احنا فيها. يعني محمد طه غالبيه شغله كان ممكن في الارياف اكتر، مثلا في الاماكن ديت، فكان كل اغانيه تلاقي بيعبر عن البيئه اللي هو فيها. لان الفن الشعبي معنى كلمه فن الشعبي ايه؟ هي تلك الاغاني التي ترتبط بمكان وبيئه اللي احنا عايشين فيها. يعني تلاقي النوبه مثلا لها اغاني معينه لانها بترتبط بالبيئه اللي هي عايشه فيها. تلاقي مثلا زي السويسه واسماعيليه تلاقي السمسميه، فده بيرتبط بالبيئه اللي هي فيها. احنا الفلاحين نفس العمليه، تلاقي مثلا برضو الصعيد ليهم برضو شغلهم، تلاقي دايما الريتم الصعيدي ده اللي غالب على اغانيهم وشغلهم. احنا بالنسبه لنا هنا في القاهره او الاماكن اللي هي حتى البحري شويه، تلاقي بنعتمد على الشغل الشعبي اللي احنا بنسمعه، المواويل زي مثلا عم احمد عدويه، زي عبد الباسط حموزه، زي طارق الشيخ. ده غالبا الشغل اللي هو بيعبر عن البيئه. يعني فنان الشعبي بيعبر عن البيئه اللي هو فيها بكلام، سواء بقى غالبا دايما حزين جدا او فرح. هو ده الشغل الشعبي اللي هو من معنى البيئة، الشعبي. من البيئة اللي احنا طالعين فيها. طب الموال بالنسبة للفنان الشعبي بيمثل له ايه؟ ما هو الموال هو ده الاساس، لان الأساس بتاع الأغنية. اي مطرب حتى تقدر تقول ده مطرب كويس او وحش من الموال. يعني تحكم على المطرب من الموال، بيقدر يقول موال متمكن فيه تقول هو ده مطرب. غير كده، لان حتى المطرب الشعبي انا بالنسبه لي دايما بحكم على المطرب الشعبي افضل من اي مطرب تاني لسبب كحنجره صوت. لان المطرب الشعبي يقدر يغني اي لون. هو لون صعب، لان بيقول طبقات عاليه دايما. غير مثلا اغاني مثلا مع احترامي الفنانين مثلا زي ممكن الشباب مثلا تلاقي رتم واحد كله، وتلاقي مفيش طبقات فيه. يعني قليل جدا اللي تلاقيه مثلا في طبقات في شغله، فتلاقيه ممكن اي حد يغنيه. لكن المطرب الشعبي ممكن يفضل يغني مثلا فرح 5 6 ساعات، وكل اغاني فيها مواويل وفيها طبقات وبتاع، فبيبقى حمل عليه جامد، فبيقدر يبقى متمكن. لازم يبقى هو متمكن. بيبان الفنان الشعبي من الموال. لو لو الموال عرف يقول الموال صح يبقى فده ده يبقى مطرب شعبي، يبقى ده فنان أكيد شعبي. طبعا. تمام. طيب محمد سمير، انت لسه شاب يعني، الاستاذ ايمن ما شاء الله يعني كبير في السن، فاكيد سمع المطربين اللي احنا بنتكلم عليهم، محمد طه، سمع أيوة طبعا. عدوية،
سمع محمد رشدي، سمع العزبي. انت بقى كشاب قول لي بقى المطربين الشعبيين بتوع زمان، انت سمعتهم ولا ما سمعتهمش؟ اه طبعا سمعتهم كويس، وهم كان ليهم اثر كبير علينا ويعني وفضل كبير في ان احنا نستوعب منهم ونتعلم منهم ازاي يكون الموال وازاي تعرف تغني كويس. مم. يعني من خلال المطربين دول مثلا زي الاستاذ محمد رشدي، زي العزبي، زي الاستاذ الكبير محمد عبد المطلب. مم. الناس دي كيفية الموال نفسه مم. انت بتعرف ازاي تختار منهم انك تسمع وتقدر تغني جيد، يعني مم. تقدر تغني كويس. طيب زي ما استاذ ايمن قال، طبعا الموال هو اللي بيقول اذا كان الفنان ده طبعا يقدر يغني شعبي او ما يقدرش يغني شعبي. طبعا دي صفة اساسية في المطرب الشعبي، اه. انه ازاي يقدر لما يجي مثلا يقف اكتر من حوالي 3-4 ساعات على المسرح، ازاي يقدر يغني كويس ويبقى عنده تحمل وقوة انه يقدر يقول اكتر من موال. مم. وطبعا بيبقى ناس كتير طالبة منه ان هو لازم يغني، يعني يعني هو مصنف اصلا ان هو بيقول موال والكلام ده، مم. ازاي لازم يغني كويس وازاي لازم يبقى قد دوت وكده يعني تمام. هو الفرح من غير موال اصلا ما بينفعش. يعني يعني آه. حتى الناس اللي قاعده دايما آه. تحب تسمع الموال، لان غالبا ايه، هتلاقي الناس بتعيش مع الموال يا استاذ اكتر ايمن، يعني. هو ايوه مم. استاذ سامح، يعني هو المطرب الشعبي موال. مم. يقول لك ده مطرب شعبي، اسمع منه موال كويس قوي، هو بيتصنف مطرب شعبي على هذا الاساس. تمام. طيب واذا كنا بنتكلم طبعا عن المطرب الشعبي في حلقتنا النهارده الفنان محمد طه، فاحنا عايزين نقول ان محمد طه كان بيغني ايضا في الموالد، كان بيغني في الحسين، كان بيغني في السيدة زينب. في سنة 54 استمع إليه الإذاعي الكبير الأستاذ طاهر أبو زيد، وأيضا الإذاعي الكبير الأستاذ إيهاب الأزهري، وهو كان بيغني في أحد المقاهي في الحسين، واصطحبوه للإذاعة وقام بتسجيل عدد من المواويل. بعد كده ضموا الإذاعي جلال معوض لإحياء حفل أضواء المدينة، وأيضا غنى في احتفالات بعيد الثورة أمام جمال عبد الناصر وأيضا عبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين وغيرهم من قادة الثورة. كون فرقته الموسيقية الخاصة اللي كان اسمها الفرقة الذهبية للفنون الشعبية، وأيضا ضم للفرقة أخوه شعبان طه، وبعد كده كون شركة لطباعة الاسطوانات وسماها شركة ابن البلد. طبعا احنا هنروح نسمع حاجة من أغاني الفنان الجميل محمد طه، ونرجع نسمع برضو ضيوفنا اللي منورينا النهاردة الأستاذ أيمن العربي والأستاذ محمد سمير.